صواني أشهر المحلات جبتها لِك لحد عندِك وهاخلّيكِ تعمليها في البيت، وأحسن من المحلات بكتير. نسمّي بالله كده ونصلّي على الحبيب المصطفى وتعالوا نعمل مع بعض أحلى كتف ضاني بطريقة جميلة جدًا والنتيجة زي ما أنتِ شايفة كده. أنا معايا هنا كتف ضاني وزنه كان حوالي 3 كيلو، بالسكينة كده وهاعمل فيه فتحات على قد ما أقدر، على قد ما تقدري كده اعملي فيه فتحات علشان التتبيلة تدخل كده داخل اللحم من جوّه وكمان يسهّل معانا عملية التسوية. أنا عملت فيه فتحات بالشكل ده كده وركنته على جنب، ندخل بقى على التتبيلة بتاعتنا. بولة أو طبق هانزل فيها كده بمعلقة كبيرة من الملح بس معلقة مش مليانة، ومعلقة صغيرة بقى من كل حاجة، فلفل أسمر، بابريكا، توم بودرة، بصل بودرة، جنزبيل مطحون، كمان روزماري، ربع معلقة صغيرة من الزعفران، وشوية من الكركم، وربع كوباية من عصير الليمون، وربع كوباية من الزيت، وهاقلب التتبيلة بتاعتي دي كده، وبكده التتبيلة بتاعتي بقت جاهزة. النتيجة بجد جميلة ومتهيأ لي ما فيش أسهل من كده، تتبيلة بسيطة جدًا. قلّبنا التتبيلة بالشكل ده كده وهارجع بقى للكتف بتاعي، الفتحات اللي إحنا عملناها دي لو أنتِ حابة تضيفي فيها حبوب فلفل أسمر أو توم صحيح تمام براحتك، بس صاحبة الأوردر ما كانتش حابة التوم. طبعًا الأكل ده أذواق، لو أنتِ تمام بالنسبة لِك ضيفي بقى شرايح توم صحيح وكمان فلفل أسمر صحيح. هاتبّل بقى الكتف بتاعي بالتتبيلة بالشكل ده كده وهاغلّفه كويس، وكمان الفتحات اللي أنا فتحتها هادخّل التتبيلة جواها علشان اللحم بتاعي كله يكون متشرّب من التتبيلة بتاعتي. هاتبّله بقى كويس جدًا بالشكل ده كده وهاغلّفه كويس، وبين الفتحات اللي أنا فتحتها دي هادخّل التتبيلة بتاعتي، ونيجي بقى نشوف هنقفّله إزاي. ورقة فويل عليها ورقة من الزبدة، وهانزل بقى بأي خضار موجود عندي، أي خضار بتحبيه تمام. بصل، بطاطس، كوسة، جزر، الموجود عندِك والمتاح عندِك تمام اشتغلي بيه، ولو عاوزة تستغني عن خطوة الخضار دي خالص تمام. رشة من الزعتر بقى، حبوب فلفل أسمر، حبهان، ورق لورا، هنبهر الخضار بتاعنا وهانزل بالكتف بتاعي وهاقفّله كويس جدًا، قفّلي كويس جدًا بقى بورق الزبدة كده والفويل على قد ما تقدري علشان نحبس الهوا أو البخار داخل الكتف بتاعنا يقوم يستوي كويس. هادخّله بقى التلاجة لمدة ليلة كاملة ودي أفضل طريقة، يعني يُفضّل إن أنتِ تبيتيه ليلة كاملة في التتبيلة دي، هيدّيكِ نتيجة جميلة أوي. أنا قفّلته كمان في ورقة تانية من الفويل علشان برضه أحبس البخار داخل التقفيلة بتاعتنا. تاني يوم بقى طلّعت الكتف من التلاجة، حطيته في الصينية ونزلت كده بشوية من المَيّة، المَيّة دي هتدّينا طراوة جميلة أوي للكتف وهو بيستوي، وكمان اللحمة هيكون طري. هتدخّليه الفرن بتاعِك على أعلى درجة حرارة 220، لو ما عندكيش درجات حرارة يبقى أعلى درجة حرارة أول ساعة، وبعد كده هنهدّي درجة الحرارة ونسيبه كمان ساعتين 2. في الخطوة دي بقى أو في المرحلة دي كده تعالوا نعمل شوية رُز. هارفع كده حلة على النار فيها أي مادة دهنية موجودة عندي، هانزل بواحدة لومي، كمان عود قرفة، ورق لورا، حبهان، قرنفل. مجرد بقى نشوّح كده البهارات بتاعتنا مع المادة الدهنية، نزلت بالرز بتاعي مغسول ومتصفّي، شوّحته برضه مع البهارات والسمنة، ضبّطت الملح بتاعي، ولكل كوباية رز بسمتي كوباية ونُص من المَيّة المغلية. هاقلّبه بقى وهاسيبه على نار عالية لحد ما يتشرّب كل السوائل اللي فيه، وبعد كده هاقول لِك نعمل إيه. مجرد الرز بتاعي ما اتشرب السوائل وبقى معايا بالشكل ده كده، جبت أقل من ربع معلقة من الزعفران دوّبتها في شوية من المَيّة ونزلت بيها على الرز. حابة تضيفي أي لون تاني تمام براحتك، بس أنا استكفيت بإن الرز بتاعي يكون حبّة بيضا وحبّة بلون الزعفران. حابة تضيفي أي ألوان تانية بس أهم حاجة تكون صحية تمام. الكتف بتاعي طلع من الفرن بالشكل ده كده، وفي آخر ربع ساعة شِلت ورقة الفويل عشان ياخد اللون الجميل اللي أنتِ شايفاه ده، مستوي والريحة تحفة. نزلنا بقى بالرز ونقفّل الصينية، الصينية بتاعتنا كان مطلوب معاها ممبار بلدي ما شاء الله بألف هنا 2 كيلو، كمان كان مطلوب معاها الكوبيبة الغمراوي طبعًا متغمر مشهورة بيها، هي عندنا في المطبخ برضه متاح تنفيذها، والصينية كانت بالشكل ده كده، وكمان ضِفت الخضار اللي كان تحت الكتف، بألف هنا كده يا رب على قلوبكم. مطبخنا مطبخ فكّر أن تتعلم، متاح فيه تنفيذ كل اللي نِفْسِك فيه، ولايك وشير بقى لو الفيديو عجبكم. بُصّوا على التفاصيل واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات.